وانقضت ليلة الهدنة، وأصبح الصباح من ذلك اليوم الرهيب، يوم الجمعة من يوم عاشوراء، يوم الدم الذي تحلت به رمال كربلاء. طلعت الشمس وقد أرهقها ذلك المشهد الكئيب، وطلعت معها رؤوس الأسنة والرماح والأحقاد، وهي مشرعة لتلتهم جسد الحسين والفتية دعاة الحق من أهله وأصحابه الأوفياء. ووقف الحسين عليه السلام ينظر إلى ذلك الجيش الزاحف ويتأمل به طويلا، ويرى تلك الألوف الزاحفة التي اجتمعت على قتل رجل ليس على وجه الأرض مثله. وقف كالطود الشامخ وقد اطمأنت نفسه، وهانت دنيا الباطل في عينه، وتصاغر الجيش أمامه فلم ترهبه كثرة الجيوش، ولم توهن عزيمته كثافة الصفاح والأسنة، فرفع يديه بالضراعة والابتهال إلى الله تعالى، وراح يناجي ربه. اللهم أنت ثقتي في كل كرب، وأنت رجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته عني وكشفته. فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة. ثم قام في أصحابه خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال. ثم صفهم للحرب. دنت الساعة وانشق القمر، ومضى السبط إلى حيث القدر، فمن الظلم إلى أين المسير، ومن السيف إلى أين المفر، ومن السيف إلى أين المفر. فجعل زهير بن القين في الميمنة، دنت الساعة وانشق القمر، ومضى السبط إلى حيث القدر، وحبيب بن مظاهر في الميسرة. ومن السيف إلى أين المفر، ومن السيف إلى أين المفر. وثبت هو وأهل بيته في القلب، أما الراية
فأعطاها لأخيه العباس. يا عباس، عليك بحمل اللواء، فأنت حامل لوائي. أمرك يا مولاي يا ابن رسول الله. يقل أنا الموت خوض المنايا، حزام حسين والشايل راية، الثاية هاي والينصل الثاية هي بحمايتي واليصل. وأقبل عمر بن سعد نحو الحسين في 30,000. عمرو بن الحجاج، اذهب لقيادة الميمنة. سمعا وطاعة أيها الأمير. يا شمر أيها الأقرع، عليك بقيادة الميسرة. وأنت يا عروة بن قيس، عليك بقيادة الخيال أيها الصعلوك. أمرك يا مولاي. شبث أيها العجوز الخرف، عليك بالرجالة. أمرك أيها الأمير. وأنت يا دريد، ابقى حاملا رايتي. أما الآن فاذهبوا واهجموا أيها الحمقى. هيا هيا. وأقبلوا يجولون حول البيوت، فيرون النار تضطرم في الخندق. يا حسين، تعجلت بالنار قبل يوم القيامة. من هذا؟ كأنه شمر بن ذي الجوشن. أجل يا ابن رسول الله. يا ابن راعية المعزة، أنت أولى بها مني صليا. لا يا مسلم، أكره أن أبدأهم بقتال. وصاح عبد الله بن حوزة التميمي: أفيكم حسين، أفيكم حسين. فقال أصحاب الحسين: هذا الحسين فماذا تريد؟ قال: يا حسين أبشر بالنار. كذبت، بل أقدم على رب غفور رحيم مطاع شفيع. فمن أنت؟ أنا ابن حوزة التميمي يا حسين. اللهم حزه إلى النار. ثم تقدم إليهم زهير بن القين وهو شاك في السلاح، فقال لهم: يا أهل الكوفة، نذار لكم من عذاب الله نذار. إن حقا على المسلم نصيحة أخيه المسلم، ونحن وأنتم حتى الآن على دين واحد، ما لم يقع بيننا وبينكم السيف. وأنتم للنصيحة منا أهل، فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنا أمة وكنتم أمة. إن الله ابتلانا بذرية نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم لينظر ما نحن وأنتم عاملون. إنا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية يزيد وعبيد الله بن زياد، فإنكم لا تدركون منهما إلا سوء عمر سلطانهما، يسملان أعينكم، يقطعان أيديكم وأرجلكم، ويمثلان بكم ويرفعانكم على جذوع النخل، ويقتلون أماثلكم وقراءكم أمثال حجر بن عدي وأصحابه وهانئ بن عروة وأشباهه. إن عبيد الله أميرنا وصاحب نعمتنا، والله لا نبرح حتى نقتل صاحبك ومن معه، أو نبعث به وبأصحابه إلى عبيد الله بن زياد سلما. عباد الله،
إن ولد فاطمة أحق بالود والنصر من ابن سمية، فإن كنتم لم تنصروهم فأعيذكم بالله أن تقتلوهم، فخلوا بين هذا الرجل وبين يزيد، فلعمري إنه يرضى بطاعتكم بدون قتل الحسين. اسكت، اسكت الله نعمتك، أبرمتنا بكثرة كلامك. يا ابن البوال على عقبيه، ما إياك أخاطب، إنما أنت بهيمة، والله ما أظنك تحكم من كتاب الله آيتين. أبشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم. إني قتلك وصاحبك عن ساعة. أفبالموت تخوفني؟ والله للموت معه أحب إلي من الخلد معكم. عباد الله، لا يغرنكم عن دينكم هذا الجلف الجافي وأشباهه، فوالله لا تنال شفاعة محمد قوما أحرقوا دماء ذريته وأهل بيته وقتلوا من نصرهم وذب عن حريمهم. يا زهير، يا زهير، إن أبا عبد الله يقول لك أقبل، فلعمري لئن كان مؤمن آل فرعون نصح قومه وأبلغ في الدعاء، فلقد نصحت هؤلاء. واستأذن برير بن خضير من الحسين في أن يكلم القوم، فأذن له فاقترب منهم ونادى: يا معشر الناس، إن الله بعث محمدا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وهذا ماء الفرات تقع فيه خنازير السواد وكلابه، وقد حيل بينه وبين ابن بنت رسول الله، أفجزاء محمد هذا؟ يا برير، قد أكثرت الكلام، والله لا يعطش الحسين كما عطش من كان قبله. يا قوم، إن ثقل محمد قد أصبح بين أظهركم، وهؤلاء ذريته وعترته وبناته وحرمه، فهاتوا ما عندكم. ما الذي تريدون أن تصنعوه بهم؟ نريد أن نمكن منهم الأمير عبيد الله بن زياد يرى فيهم رأيه. أفلا تقبلون منهم أن يرجعوا إلى المكان الذي جاءوا منه؟ ويلكم ويلكم يا أهل الكوفة، أنسيتم كتبكم وعهودكم التي أعطيتموها وأشهدتم الله عليها؟ ويلكم، أدعوتم أهل بيت نبيكم وزعمتم أنكم تقتلون أنفسكم دونهم، حتى إذا أتوكم أسلمتموهم إلى ابن زياد وحلأتموهم عن ماء الفرات. بئس ما خلفتم نبيكم في ذريته، ما لكم لا سقاكم الله يوم القيامة، فبئس القوم أنتم. اللهم إني أبرأ إليك من فعال هؤلاء، اللهم ألقي بأسهم بينهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان. فجعل القوم يرمون برير بالسهام، فرجع إلى الوراء. يا حسين، يا حسين، هذا كتاب لك من الأمير عبيد الله بن زياد. أما بعد، يا حسين، قد بلغني نزولك كربلاء، وقد كتب إلي أمير المؤمنين يزيد أن لا أتوسد الوفير ولا أشبع من الخمير، أو ألحقك باللطيف الخبير، أو تنزل على حكم يزيد والسلام. يا ابن ذي الجوشن، يا ابن ذي الجوشن، يقول لك الحسين: لا أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق. ما له عندي جواب، إنه حقت عليه كلمة العذاب. أيها الناس، إنكم بلوتم آل أبي سفيان،
ووجدتموهم كما تحبون. وهذا أمير المؤمنين يزيد قد عرفتموه، حسن السيرة، محسنا إلى الرعية، يعطي العطاء في حقه، وكذلك أبوه معاوية في عصره. وهذا ابنه يزيد من بعده يكرم العباد ويغنيهم بالأموال ويزيدهم بالكرامة، وقد زادكم في أرزاقكم. فالحقوا بأهلكم ولا تعجلوا الشر، ولا تعرضوا أنفسكم للقتل مع الحسين. وقد أعطى الله الأمير عهدا إن أنتم أقمتم على حربه ولم تنصرفوا أن يحرم ذريتكم العطاء ويحاربكم حتى لا يبقى فيكم بقية من أهلكم إلا أذاقها وبال ما جنت أيديكم. أين بنو أختنا يا حسين؟ أين العباس وأخوته؟ أجيبوه ولو كان فاسقا. يا بني أختي، أنتم آمنون، وقد أتيتكم بهذا الأمان من الأمير عبيد الله بن زياد، فلا تقتلوا أنفسكم مع الحسين، والزموا طاعة الأمير عبيد الله بن زياد. يا عباس، أنت فارس مغوار، سوف نعطيك قيادة جيش. لعنك الله يا شمر ولعن أمانك. أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له، وتأمرنا أن ندخل في طاعة اللعناء وأبناء اللعناء؟ والله لا يكون لك ذلك أبدا. نحن بنو أم البنين الأربعة الضاربين الآن وسط المجمعة. فلما رجع إلى أخيه الحسين وأخبره بمقالة الشمر، بعثت إليه الحوراء زينب عليه السلام، وقد سمعت منادات الشمر. فلما وصل إليها أراد أن ينزل عن ظهر جواده. قالت له: لا تنزل يا أخي، فعندما أراك فارسا ينسر قلبي. أسولف لك يا أبو فاضل، عودك ليش راد أمك، وعن طيبة نسب حرة أبونا من نشد عمك. انت غاية منها والهنايبة ضمك. أبونا المثل هذا اليوم ضمك ضخر يا جيد، وماي الخيل هاي القوم. هذه كربلة وعودك وصيته هاي ساعتها اغتاظ وقايل يا زينب شني الخيل وتهمك، اخوك وصارم بيدي وفن يقحم خيمك، وحق الحسن يا زينب وكبده وكسر ضل عمك. لخل جموحات الشار وخلي النايحة بكل دار، وخلي كربلة تذكار، وخلي الناس جيل الجيل ما ينسون عملته. يا نبشار بك نبشار بك لا تقول مدري. يا عباس يا صيوان خدري. ثم تقدم الحسين عليه السلام نحو جيش الكوفة، فأنصتهم فابوا أن ينصتوا. فصاح بهم: ويلكم، ما عليكم أن تنصتوا لي فتستمعوا قولي،
وأنا أدعوكم إلى سبيل الرشاد، فمن أطاعني كان من المرشدين، ومن عصاني كان من المهلكين، وكلكم عاص لأمري غير مستمع لقولي، فقد ملئت بطونكم من الحرام وطبع على قلوبكم. ويلكم، ألا تنصتون؟ ألا تسمعون؟ أنصتوا له واسمعوا، أنصتوا له، أنصتوا له واسمعوا. تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، استصرختمونا والهين، فأصرخناكم موجفين مؤدين مستعدين. سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبا على أوليائكم، ويدا عليهم لأعدائكم بغير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم إلا الحرام من الدنيا أنالوكم، وخسيس عيش طمعتم فيه من غير حدث كان منا ولا رأي تفيل لنا، فهلا لكم الويلات. تركتمونا والسيف مشيم والجأش طام والرأي لما يستصحف، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا، وتداعيتم إليها كتداعي الفراش. فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشداد الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرفي الكلم ونفتة الشيطان وعصبة الآثام ومطفئ السنن وقتلة أولاد الأنبياء ومبيري عترة الأوصياء وملحقي العهار بالنسب ومؤذي المؤمنين وصراخ أئمة المستهزئين الذين جعلوا القرآن عضين. ولبئس ما قدمت لهم أنفسهم وفي العذاب هم خالدون. وأنتم ابن حرب وأشياعه تعتمدون وعنا تتخاذلون. أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتآزرت عليه فروعكم وثبتت عليه قلوبكم وغشيت صدوركم، فكنتم أخبث ثمر شجي للناظر وأكلة للغاصب. ألا لعنة الله على الناكثين الذين ينقضون الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فأنتم والله هم. ألا وأن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون. أي عمر، أتزعم أنك تقتلني ويوليك الدعي ابن الدعي بلاد الري وجرجان؟ والله لا تتهنأ بذلك أبدا، عهد مأخوذ. فاصنع ما أنت صانع، فإنك لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة. وكأني برأسك على قصبة قد نصب بالكوفة يتراماه الصبيان ويتخذونه غرضا بينهم. ما لك ذبحك الله على فراشك عاجلا ولا غفر لك يوم حشرك. فوالله إني لأرجو ألا تأكل من بر العراق إلا قليلا. للشاعر كفاية، ما تنظرون؟ هيا احملوا بأجمعكم، إنما هي أكلة واحدة. يا عمر، أمقاتل أنت هذا الرجل؟ إي والله، قتال أيسر أن تسقط فيه الرؤوس وتطيح الأيدي. أما لكم في واحدة من الخصال التي عرضها عليكم رضا؟ لو كان الأمر بيدي لفعلت،
لكن أميرك عبيد الله بن زياد أبى ذلك. يا بني، لا صبر لي على النار ولا على غضب الجبار، ولا أن يكون غدا خصمي أحمد المختار. ماذا تقول يا أبي؟ أما ترى الحسين يستغيث فلا يغاث ويستجير فلا يجار؟ يا بني، سر بنا إليه نقاتل بين يديه، لعلنا نفوز بالشهادة ونكون من أهل السعادة. حبا وكرامة. ما تريد يا ابن يزيد؟ يا حوار، ما تريد أن تحمل على القوم؟ إن أمرك لمهيم والله. ما رأيت منك في موقف قط مثل ما رأيت الآن. لو قيل لي من أشجع أهل الكوفة ما عدوتك، فما الذي أراه منك؟ إني والله أخير نفسي بين الجنة والنار، والله إني لا أختار على الجنة شيئا ولو قطعت وحرقت. اللهم إليك أنيب، فتب علي فقد أرعبت قلوب أوليائك. جعلت فداك يا ابن رسول الله، أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع وسايرتك في الطريق وجعجعت بك في هذا المكان، وما ظننت أن القوم يردون إليك ما عرضته عليهم ولا يبلغون منك هذه المنزلة. والله لو علمت أنهم ينتهون بك إلى ما أراه ما ركبت مثل الذي ركبت، وإني قد جئتك تائبا مما كان مني إلى ربي مواسيا لك بنفسي حتى أموت بين يديه. فهل ترى من توبة؟ فهل ترى من توبة؟ نعم، يتوب الله عليه. يا ابن رسول الله، أتأذن لي في أن أكلم القوم؟ فاصنع ما بدا لك. يا أهل الكوفة، لامكم الهبل والعبر، أدعوتم هذا العبد الصالح حتى إذا أتاكم أسلمتموه إلى ابن زياد وزعمتم أنكم قاتلوا أنفسكم دونه، ثم عدوتم عليه لتقتلوه، أمسكتم بنفسه وأخذتم بكظمه وأحطتم به من كل جانب لتمنعوه التوجه إلى بلاد الله العريضة، وصار كالأسير في أيديكم لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا. وحلأتموه ونساءه وصبيته وأهله عن ماء الفرات الجاري يشربه اليهود والنصارى والمجوس، وتتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه، وها هم قد صرعهم العطش. بئس ما خلفتم محمدا في ذريته. طبعا يا دريد، أدني رايتك، اشهدوا أني أول من رمى الحسين بسهم. قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بد منه، فهذه السهام رسل القوم إليكم. سيدي يا ابن رسول الله، إذا كنت أول من خرج عليك فأذن لي لأكون أول قتيل بين يديك. فسمعه أخوه مصعب، وكان في عسكر الكوفة، فحمل على الحر فصاح به الجيش: اقتله يا مصعب، اقتله يا مصعب، اقتله يا مصعب. يا أخي، لقد أرشدتني وهديتني وإني تائب، هل من مبارز؟ هل من مبارز؟ فثقل ذلك على عمر بن سعد، فدعا صفوان بن حنظلة
وقال له ابرز إلى الحر وانصحه أولا لعله يرجع إلينا، فإن أبى فاقتله. فبرز صفوان وقال للحر: يا حر، عدلت عن إمام زمانك يزيد إلى الحسين؟ يا صفوان، كنت رجلا عاقلا، وإني لا أعجب من كلامك، أتشير علي أن أترك الحسين وأكون مع يزيد شارب الخمر وابن الزنا؟ فغضب صفوان وحمل على الحر وطعنه بالرمح، فاتقاها الحر وبادره بضربة أردته قتيلا. الله أكبر! إني أنا الحر ومأوى الضيف، أضرب في أعناقكم بالسيف، عن خير من حل بأرض الخيف، أضربكم ولا أرى من حيفي. الله أكبر! ثم قاتلوا القوم قتالا شديدا حتى تكاثروا عليهم من كل جانب، فقتل ولده وأخوه، فرجع بهم الحر إلى الحسين عليه السلام. قضوا دون الخيام حق عليهم، عداو الموت يعدي بيديهم، كواكب والطفوف زهرت بيهم، حماية الدين وانصاروا ضحايا. وبرز يسار مولى زياد وسالم مولى عبيد الله بن زياد، وطلب البراز، فوثب حبيب بن مظاهر وبرير بن خضير، فقال لهم الحسين: اجلسا. فقام عبد الله بن عمير الكلبي يستأذن الحسين عليه السلام، فرأى الحسين أمامه رجلا آدميا طويل شديد الساعدين بعيد ما بين المنكبين، فقال: إني لا أحسبه للأقران قد تالاه، اخرج إن شئت. فخرج إليهما فقال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن عمير الكلبي. فقالا له: لا نعرفك، ليخرج إلينا برير أو حبيب أو زهير. وكان يسار أمام سالم، فقال له الكلبي: وبك رغبة عن مبارزتي، فلا يخرج إليك أحد إلا وهو خير منك. ثم شد عليه وضربه بسيفه، وبينما هو مشتغل بضربه إذ شد عليه سالم فبدره بضربة اتقاها الكلبي بيده، فأطارت أصابعه، ثم مهل عليه الكلبي فقتله، وحمل عليهم وهو يقول: إن تنكروني فأنا ابن الكلب، حسبي ببيتي في عليم حسبي، إني زعيم لك أم وهبي، بالطعن فيهم تارة والضرب، إن امرؤ ذو مرة وعصبي، ولست بالخوار عند النكب.
فلم يزل يقاتل حتى صرع، فأخذت زوجته عمودا وأقبلت نحوه وهي تقول: فداك أبي وأمي، قاتل دون الطيبين ذرية محمد صلى الله عليه وآله. فأراد أن يردها إلى الخيمة فلم تطاوعه، وقالت: لن أدعك حتى أموت معك. وبينما هي جالسة عنده إذ أمر الشمر غلامه رستم بقتلها، فضربها على رأسها فماتت، وهي أول امرأة قتلت من أصحاب الحسين عليه السلام. ثم تقدم عمر بن خالد الصيداوي وقال للحسين عليه السلام: يا أبا عبد الله، جعلت فداك، قد هممت أن ألحق بأصحابك وكرهت أن أتخلف فأراك وحيدا. فقال له الحسين عليه السلام: تقدم فإنا لاحقون بك عن ساعة. فحمله هو وسعد مولاه وجابر بن الحارث السلماني ومجمع بن عبد الله العائدي، وشدوا على أهل الكوفة، وعمر بن خالد يرتجز ويقول: إليك يا نفس إلى الرحمن، فابشري بالروح والريحان، اليوم تجزين على الإحسان، لا تجزعي فكل حي فاني. فلما أوغلوا فيهم عطف عليهم الناس، فأخذوهم يحوزونهم عن أصحابهم. فندب إليهم الحسين وأخاه العباس، فحمل على أهل الكوفة وهو يرتجز ويقول: أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرة. فاستنقذهم بسيفه وقد جرحوا بأجمعهم. وقال لهم العباس عليه السلام: ارجعوا معي، فرفضوا وقالوا: لا نرجع سالمين، نريد أن نقتل بين يدي أبي عبد الله. فشدوا على أهل الكوفة بأسيافهم مع ما بهم من جراحات، وقاتلوا حتى قتلوا في مكان واحد. ثم صاح عمر بن الحجاج: يا أهل الكوفة، الزموا طاعتكم وجماعتكم، ولا ترتابوا في قتل من مرق عن الدين وخالف أمير المؤمنين يزيد. فقال الإمام الحسين عليه السلام: ويحك يا عمر، أعلي تحرض الناس؟ نحن مرقنا عن الدين وأنتم ثبتتم عليه. أما والله لتعلمن لو قد قبضت أرواحكم ومتم على أعمالكم أينا مرق من الدين، ومن هو أولى بصلي النار. ثم حمل القوم من كل جانب، فقاتلهم أصحاب الحسين عليه السلام، فخاضوا لظاها واصطلوا بشرارها، فكانوا لدى الهيجاء كشرب مدام. وكان حبيب بن مظاهر يقاتل ويقول: أقسم لو كنا لكم أعدادا أو شطركم لكنتم الأنكادا، يا شر قوما حسبا وزادا، لا حفظ الله لكم أولادا، والحر يحمل على القوم
مقدما وهو يتمثل بقول عنترة: ما زلت أرميهم بغرة وجهه ولبانه حتى تسربل بالدم. واشتد القتال، وكان أهل الكوفة لا يقدرون على أن يأتوا معسكر الحسين إلا من جهة واحدة لاجتماع أبنيتهم، فكشفوهم عن البيوت. ثم ركز العباس بن علي عليه السلام لواءه أمام الحسين، وحمل على القوم يضرب فيهم مقدما وهو يقول: أقسمت بالله العز الأعظم وبالحجون صادقا وزمزم وبالحطين والفنا المحرم ليخضبن اليوم جسمي بالدم دون الحسين للفخار الأقدم إمام أهل الفضل والتكرم. فانكشف عسكر بن سعد ورجعوا إلى مواقعهم. قتل مسلم بن عوسجة. فمشى إليه الحسين عليه السلام ومعه حبيب بن مظاهر. رحمك الله يا مسلم، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ودنا منه حبيب وقال: عز علي مصرعك يا مسلم، أبشر بالجنة. فقال له مسلم: بشرك الله بخير. فقال حبيب: لولا أعلم إني في الأثر من ساعتي هذه لأحببت أن توصيني بكل ما أهم. فقال له مسلم: فإني أوصيك بهذا فقاتل دونه حتى تموت. فقال حبيب: أفعل ورب الكعبة. فمن جلت الغبرة إلا عن 50 قتيلا من أصحاب الحسين، فعندها قبض الحسين عليه السلام على شيبته المقدسة وقال: اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا، واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة، واشتد غضبه على المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر دونه، واشتد غضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم. أما والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون حتى ألقى الله وأنا مخضب بدمي. أما من مغيث يغيثنا لوجه الله، أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأى جون مولى أبي ذر الغفاري ما يجري على أصحابه وقف أمام الحسين عليه السلام يستأذن البراز. فقال له الحسين عليه السلام: أنت في إذن مني، فإنما تبعتنا للعافية. فقال جون: يا ابن رسول الله، أنا في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم، فتنفس علي بالجنة ليطيب ريحي ويشرف حسبي ويبيض وجهي. لا والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم أهل البيت.
ثم برز وهو يقول: كيف ترى الفجار ضرب الأسود بالسيف ضربا عن بني محمد، أذب عنهم باللسان واليد، أرجو به الجنة يوم المورد. فقاتل قتال المشتاقين إلى الجزاء حتى اثخن بالجراح، وقتل رضوان الله عليه. فقال الحسين عليه السلام: اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع الأبرار، وعرف بينه وبين آل محمد. ثم حمل الحر بن يزيد الرياحي ومعه زهير، والحر يرتجز ويقول: إني أنا الحر ومأوى الضيف، أضرب في أعناقكم بالسيف، عن خير من حل بأرض الخيف، أضربكم ولا أرى من حيفي. وزهير يحمي ظهره، فكلما شد أحد فاستلحم شد الآخر فاستنقذه، والحر يضرب فيهم ويقول: آليت أن لا أقتل حتى أقتلا، ولن أصاب اليوم إلا مقبلا، أضربكم بالسيف ضربا مفصلا، لا ناكلا عنهم ولا مهللا. إن تعقروا بي فأنا ابن الحر، أشجع من ذي لبد هزبري، ولست بالجبان عند الكر، لكنني الوقاف عند الفر. ثم شدت عليه الرجالة فتكاثروا عليه فصرعوه، فتقدم إليه أصحاب الحسين عليه السلام: دوني الدين يفدر وأحوابدا، بني على الشهادة بقلب ولسان، جادوا نازلا وجندلا وفرسان، بكثير ما حيا بي الموت حيا، اللي قاع منهم يصيح بضعف صوته، الشهادة الحذر منكم لا تفوت، دون حسين وحده فريد موته، أليف لو كان وقليله فدايا، ووضعوه بين يدي أبي عبد الله وبه رمى، ودمه يشخب، فجعل يمسح الدم والتراب عن وجهه ويقول: أنت الحر كما سمتك أمك، أنت الحر في الدنيا وأنت الحر في الآخرة. ونظر أبو ثمام الصائدي إلى الشمس
فرآها قد زالت، فقال للحسين عليه السلام: يا أبا عبد الله، نفسي لك الفداء، إني أرى هؤلاء قد اقتربوا منك، لا والله لا تقتل حتى أقتل دونك إن شاء الله، وأحب أن ألقى الله وقد صليت هذه الصلاة التي دنا وقتها. فرفع الحسين رأسه وقال: ذكرت الصلاة، جعلك الله من المصلين الذاكرين. نعم، هذا أول وقتها. يا عمر بن سعد، أما تكف الحرب حتى نصلي؟ صل يا حسين، فإن صلاتك لا تقبل. أو تقبل صلاتك يا ابن اليهودية؟ دونك ضرب السيف يا حبيب، وفاك ليث بطل نجيب، في كفه مهند قضيب، كأنه من لمعه حليب. يا أبا عبد الله، إني أحب أن أتم صلاتي في الجنة. دونك أيها اللعين ضرب السيف وطعن الرمح. أقسم لو كنا لكم أعدادا أو شطركم لكنتم الأنكادا، يا شر قوما حسبا وزادا، لا حفظ الله لكم أولادا. الله أكبر، الله أكبر. فحمل عليه الحسين وتبارزا، وحبيب يضرب فيه حتى سقط على الأرض، فأراد حبيب أن يقتله فاستنقذه أصحابه، وجعل حبيب يحمل عليهم ليختطفه منهم، وهو يقول: أنا حبيب وأبي مظاهر، فارس الهيجاء وحرب تسعر، أنتم أعدوا عدة وأكثروا، ونحن أوفى منكم وأصبروا، ونحن أعلى حجة وأظهر حقا، وأتقى منكم وأعذر. فلم يزل في صولة وجولة حتى قتل منهم مقتلة عظيمة، ولم يزل كذلك حتى ضربه بديل بن صريم بالسيف على رأسه، وطعنه آخر برمحه فوقع على الأرض، فلما أراد أن يقوم ضربه الحسين بن نمير على رأسه، فسقط قتيلا رضوان الله عليه، فهد مقتله الإمام الحسين عليه السلام، وقال: عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي. بني أذن، فقد اشتقت إلى صوت جدي رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. ثم قال: يا زهير ويا سعيد بن عبد الله الحنفي، تقدما أمامي حتى أصلي صلاة الظهر. فقام الحسين عليه السلام بمن بقي من أصحابه حتى صلاه، فتقدم سعيد يقي النبال بنفسه، وما زال كذلك حتى سقط إلى الأرض وهو يقول: اللهم لعنهم لعن عاد وثمود، اللهم أبلغ نبيك السلام وابلغه ما لقيت من ألم الجراح، فإني أردت بذلك ثوابك في نصرة ذرية نبيك. ثم التفت إلى الحسين عليه السلام وقال: أوفيت يا ابن رسول الله. نعم، وأنت أمامي في الجنة. يا كرام، هذه الجنة فتحت أبوابها واتصلت أنهارها وأينعت ثمارها، وهذا رسول الله
والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله يتوقعون قدومكم ويتباشرون بكم، فحاموا عن دين الله ودين نبيه وذبوا عن حرم الرسول. فجاء زهير بن القين ووضع يده على منكب الإمام الحسين عليه السلام وهو يودعه ويقول: اقدم حسينا هاديا مهديا، اليوم نلقى جدك النبيا محمدا والمرتضى عليا، وذا الجناحين الفتى الكميا، وفاطمة والطاهرة الزكية، ومن مضى من قبلنا تقيا، فالله قد صيرني وليا، في حبكم أقاتل الدعيا. فقال الحسين عليه السلام وأنا ألقاهم على أثره. فتقدم زهير إلى القتال وهو يرتجز: أنا زهير وأنا ابن القين، أذودكم بالسيف عن حسيني، إن حسينا أحد السلطين من عترة البر التقي الزين، ذاك رسول الله غير المين، أضربكم ولا أرى من شيني، يا ليت نفسي قسمت نصفين. فقاتل قتالا لم يرى مثله ولم يسمع بشبه له، وأكثر القتلى في أهل الكوفة، فعطف عليه كتير بن عبد الله التميمي ومهاجر بن أوس فقتلاه. فقال الحسين عليه السلام: لا يبعدك الله يا زهير، ولعن الله قاتليك لعن الذين مسخوا قردة وخنازير. ثم جاء أبو ثمام الصائدي ووقف قبالة الحسين عليه السلام وقال: إنني هممت أن ألحق بأصحابي وكرهت أن أتخلف وأراك قتيلا. فقال له الحسين عليه السلام: تقدم فإنا لاحقون بك عن ساعة. فحمل على القوم مسلتا سيفا وهو يقول: تقدموا يا أعداء الله ورسوله والمؤمنين. فقاتل القوم قتال الأبطال، وكان مع عسكر بن سعد ابن عم له وبينهما عداوة، فشد عليه مع جماعة وأحاطوا به من كل جانب، فأهالوا عليه ضربا بالسيوف حتى سقط صريعا على النار وهو ينادي: عليك مني السلام يا ابن رسول الله. فقال الحسين عليه السلام: من يبرز إلى هؤلاء الملعونين؟ وكان أخوه مع ابن سعد فنادى: يا حسين، أضللت أخي وغررته حتى قتلته. أنا لم أغري أخاك، ولكن الله هداه وأضلك. قتلني الله إلا ما اقتلت. وحمل على الحسين عليه السلام، فاعترضه نافع بن هلال الجملي فقتله، ثم جعل يرمي سهاما مسمومة
قد كتب اسمه عليها وهو يقول: أرمي بها معلمة أفواقها مسمومة تجري بها أخفاقها، لأملأن الأرض من أطلاقها، فالنفس لا ينفعها أشفاقها. فلما فنيت نباله جرد سيفه وحمل عليهم مرتجز: أنا الغلام اليمني الجملي، ديني على دين حسين وعلي، إن أقتل اليوم فهذا أملي، فذاك رأيي وألاقي عملي. فقتل منهم جماعة فأحاطوا به يرمونه بالحجارة حتى كسروا عضديه، فأخذوه أسيرا فأمسكه الشمر. ويحك يا نافع، ما حملك على ما صنعت بنفسك؟ إن ربي يعلم ما أردت. أما ترى مالك؟ والله قتلت منكم 12 رجلا سوى من جرح، وما ألوم نفسي على الجرح، ولو بقيت لي عضد وساعد ما أسرتموني. والله يا شم لو كنت من المسلمين لعظم عليك أن تلقى الله بدمائنا، فالحمد لله الذي جعل منايانا على يد شرار خلقه. ثم قدمه الشمر وضربه بالسيف فقتله. وأتيا الفتيان الجابريان سيف بن الحارث بن سريع ومالك بن عبد الله بن سريع، وهما أبناء عم وإخوان لأم، وهما يبكيان. فقال لهما: ما يبكيكما يا ابني أخي؟ فوالله إني لأرجو أن تكونا عن ساعة قريري عين. قالا: ما على أنفسنا نبكي، ولكن نبكي عليك، نراك قد أحيط بك ولا نقدر أن نمنعك. فقال الحسين عليه السلام: جزاكم الله خيرا بمواساتكما إياي. ثم تقدما أمام الحسين عليه السلام وجعلا يتسابقان إلى القوم ويلتفتان إلى الحسين فيقولان: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. فيقول: وعليكم السلام، وجعلا يقاتلان قتالا شديدا، وإن أحدهم ليحمي ظهر صاحبه حتى قتلا في مكان واحد. فلما رأى أصحاب الحسين عليه السلام قلتهم وإنهم لا يقدرون على أن يمنعوا حسينا، تنافسوا على أن يقتلوا بين يديه. فجاء الغفاريان عبد الله وعبد الرحمن أبناء عروة الغفاري، فقالا: السلام عليك يا أبا عبد الله، حازنا العدو إليك، فأحببنا أن نقتل بين يديك وندفع عنك. فقال لهما: مرحبا بكما. فتقدما للقتال، وكان أحدهما يرتجز والآخر يتم له رجزه، ويقولان:
قد علمت حقا بنو غفاري وخندف بعد بني نزاري لنضربن معشر الفجار بكل عضب صارم بتار يا قوم ذودوا عن بني الأطهار بالمشرف والقنا الخطار فقاتلا حتى قتلا أمام الحسين عليه السلام. وجاء عابس ابن أبي شبيب الشاكري فقال يا أبا عبد الله أما والله ما أمسى على وجه الأرض قريب ولا بعيد أعز علي منك ولو قدرت أن أرد الضيم عنك بشيء أعز من نفسي لفعلت. السلام عليك أشهد أني على هداك وهدى أبيك. فتقدم نحو القوم كالليث الغضبان وهو يقول ألا رجل لرجل. فلما رأوه قال أحدهم أيها الناس هذا أسد الأسود، هذا ابن شبيب لا يخرج إليه أحد منكم. فصاح ابن سعد ارضخوه بالحجارة، فرمي بالحجارة من كل جانب. فلما رأى ذلك ألقى درعه ومغفرة وشد على القوم فهزمهم وأخذ يطرد أكثر من 200 رجل. فقال له ربيع الحارثي يا عابس أما تحاذر تخوض بحر الحرب مكشوف الرأس؟ فقال له عابس ما أصاب المحب في طريق حبيبه سهل. فقال له أجننت يا عابس؟ قال نعم حب الحسين أجنني. وبعد صولة وجولة أثخن بالجراح وسقط إلى الأرض فتكاثروا عليه وقتلوه رضوان الله عليه. ثم استأذن برير بن خضير الأمداني وكان زايدا عابدا قارئا للقرآن وكان يقال له سيد القراء. فبرز وهو يقول أنا برير وأبي خضير يعرف فينا الخير أهل الخير، أضربكم ولا أرى من خيري كذلك فعل الخير من برير. اقتربوا مني اقتربوا مني يا قتلة أولاد البدريين، اقتربوا مني يا قتلة أولاد رسول رب العالمين. يا برير أتذكر وأنا أماشيك في بني لودان وأنت تقول إن عثمان كان على نفسه مسرفا، وإن معاوية ابن أبي سفيان ضالا مضل، وأن إمام العدل والحق علي بن أبي طالب؟ أشهد أن هذا رأيي وقولي. كيف ترى صنع الله بك؟ صنع الله بي خيرا وصنع بك شرا. كذبت وقبل اليوم ما كنت كذابا، وأشهد أنك من الضالين. هلم أباهلك ولندعو الله أن يلعن الكذاب منا ويقتل منا المحق المبطل. فتباهلا ثم تبارزا فضربه يزيد ضربة خفيفة لم تضره شيئا، وضربه برير ضربة فقتله لعنة الله عليه. فحمل عليه رضي بن منقذ العبد فاعتنقه واعتركا، فرمى به برير على الأرض وقعد على صدره فاستنجد بأصحابه. فحمل كعب بن جابر الأزدي على برير وطعنه في ظهره فقتله رضوان الله عليه.
وخرج عمر بن جناد الأنصاري وهو غلام صغير قتل أبوه في الحملة الأولى. فلما نظر إليه الحسين عليه السلام قال: هذا غلام قتل أبوه في الحملة الأولى، ولعل أمه تكره خروجه. فقال الغلام: سيدي، إن أمي هي التي ألبستني لامة حربي. فقالت أمه: سيدي، لم تمنع ولدي من البراز؟ قال عليه السلام: أمة الله، نجمع على قلبك مصيبتين في يوم واحد. قتل زوجك ويقتل ابنك. فقال: سيدي، أتثكل أمك الزهراء بولدها ويبقى لي ولد لا أثكل به؟ بالله عليك إلا ما أذنت له. فقال الحسين عليه السلام: جزيتم عن أهل بيت نبيكم خيرا. فأذن له فبرز وهو يقول: أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير؟ له طلعة مثل بدر الضحى، له غرة مثل بدر منير. فقاتل على صغر سنه وقد أحاطوا به وأذخنوه بالجراح، فاستنقذه الحسين عليه السلام بولده علي الأكبر. فلما وصل إليه كان به رمق، فقال له: سيدي، حولوا رحل أمي إلى رحالكم لأنها أصبحت غريبة. فقال علي الأكبر: لأنعمنك عينا. ثم أخذت أمه عمودا وتقدمت نحو القوم تريد القتال، وهي تقول: أنا عجوز في النساء ضعيفة، خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. لما رآها الحسين عليه السلام أقبل إليها قائلا: أمة الله ارجعي يرحمك الله. قال السيد: دعني أقتل بين يدي خيرا من أن أبقى أسيرة بأيدي آل أمية. قال لها: يا أمة الله، أما تحبين أن تواسي زينب وأخواتها؟ قال السيد: أزينب تسبى من بعدك؟ قال: نعم، زينب تسبى ويطاف بها من بلد إلى بلد. ثم جاء أسلم بن عمرو التركي وهو غلام وهبه الحسين لولده علي عليه السلام،
فدخل الخيمة ليستأذن من الإمام زين العابدين فأذن له. عندها خرج ليستأذن من الحسين عليه السلام فأذن له فبرز وهو يقول: البحر من طعني وضربي يصطلي، والجو من سهمي ونبلي يبتلي، ذا حسامي في يميني ينجلي، ينشق قلب الحاسد المبجل. فقاتلهم قتالا شديدا حتى صرع، فاستغاث بالحسين عليه السلام، فجاء إليه الحسين واعتنقه وهو يجود بنفسه، ووضع خده على خده، ففتح عينيه ورأى الحسين فتبسم وقال: من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي. ثم فاضت روحه الطاهرة وجاءت أم وهب إلى ولدها وهب وهو نصراني، أسلم هو وأمه وزوجته على يد الحسين عليه السلام. فقالت له: بني وهب، قم وانصر ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: أفعل يا أماه ولا أقصر. فاستأذن من الحسين عليه السلام فأذن له فبرز وهو يقول: إن تنكروني فأنا ابن الكلب، سوف تروني وترون ضربي وحملتي وصولتي في الحرب، أدرك ثأري بعد ثأر صحبي وأدفع الكرب أمام الكرب. ليس جهادي في الوغى باللعب، وقاتل القوم قتالا شديدا حتى قتل منهم جماعة، ثم رجع إلى أمه وقال: أرضيت يا أمه؟ فقالت أمه: أراك جئتني سالما، لا أرضى عنك حتى أراك مضرجا بدمائك بين يد الحسين. فتعلقت زوجته بأذياله وقالت: لا تفجعني بنفسك. فقالت له أمه: بني اعزب عن قولها وارجع إلى القتال بين يدي ابن بنت نبيك، تنال شفاعة جده يوم القيامة. فرجع إلى القتال وهو يقول: إني غلام واثق بربي، لا أرهب الموت بدار الحرب، أفوز بالجنة يوم الكرب. فلم يزل يقاتل حتى اثخن بالجراح، فأقبلت امرأته نحوه وهي تقول: فداك أبي وأمي، قاتل دون الطيبين، حرم رسول رب العالمين. فقال لها: كنت تنهيني عن القتال والآن جئت تقاتلين معي. قالت: يا وهاب لا تلمني، إن واعية الحسين كسرت قلبي. قال لها: ما الذي سمعت منه؟ قالت: يا وهاب رأيته جالس بباب الخيمة وهو ينادي وقلة ناصرا. فبكى وهب وصاح: سيدي أبا عبد الله ردها إلى الخيمة. فردها الإمام إلى الخيمة وقاتل وهب
حتى قتل رضوان الله عليه. فأخذت أمه عمودا وبرزت فقال لها الحسين: ارجعي أم وهب، فقد رفع عن النساء الجهاد، وإنك وابنك مع جدي محمد صلى الله عليه وآله في الجنة. فقالت: اللهم لا تقطع رجائي. فقال لها الحسين: إن الله لا يقطع رجاك، ارجعي. فرجعت. ثم استأذن الصحابي الجليل أنس بن الحارث الكاهلي رضوان الله تعالى عليه، وكان شيخا كبيرا قد سقط حاجباه على عينيه، فأذن له فبرز شادا عمامته على وسطه رافعا حاجبيه بالعصابة، وكان ممن شارك مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بدر وحنين. فلما رآه الحسين عليه السلام بهذه الهيئة بكى وقال: شكر الله لك سعيك يا شيخ. وأنس يتقدم نحو القوم مرتجز، قد علمت كاهل ثم دودان والخندفيون وقيس وعيلان بأن قومي آفة للأقران، وإنني سيد تلك الفرسان. فقاتلهم قتال الأبطال حتى قتل رضوان الله تعالى عليه. ثم خرج سويد بن عمرو بن أبي المطاع، وكان شيخا شريفا عابدا مجربا، وكان آخر من بقي من أصحاب الحسين عليه السلام. فاستأذنوا للقتال فبرز وهو يقول: أنا سويد وأبي المطاع، وفي يميني صارم قطاع كأنه من لمعه شعاع. إذا فقد طاب لنا القراع دون حسين الضرب والصراع. صلى عليه الملك المطاع، فقاتل قتال الأسد الباسل، وبالغ في الصبر على البلاء النازل، حتى سقط صريعا رضوان الله عليه.